هل الزبادي بالفواكه اللي نشتريه لأولادنا حلال أو لا؟ اللي ما تابعنا يعمل متابعة، ولا تنسي اللايك والكومنت والشير عشان الكل يستفيد. ويلا نبدأ الحلقة. السلام عليكم يا إخوان، وحياكم الله في حلقة جديدة من سلسلة حلقاتنا فلينظر الإنسان إلى طعامه. اليوم حلقتنا عن الزبادي بالفواكه في الأسواق الأوروبية. نبدأ حلقتنا معاكم بمنتجات الزبادي بالفواكه الموجودة في الليدل. كل هذه الأنواع الذي تشوفوها أمامكم يا إخوان لا تحتوي على أي مشتقات حيوانية، يعني حلال وآمنة للاستهلاك، ولكن هناك بعض الأشياء لازم ننتبه عليها في المكونات وسأشرحها لكم باختصار. لما تشتري زبادي بالفواكه من أي سوبر ماركت لازم تركز على نقاط مهمة في المكونات: المثبتات والمكثفات، وهي التي تمنع فصل السوائل وتمنح الزبادي القوام الكريمي. في هذا الجدول يا إخوان تجدوا أسماء المثبتات والمكثفات الطبيعية من مصادر نباتية آمنة للاستهلاك من المسلمين والنباتيين. احفظوا هذا الجدول جيدا. وهناك يا إخوان بعض المثبتات المصنعة كيميائيا مثل النشا المعدل الذي يحمل الرمز E1442. هذا يا إخوان ليس طبيعي ويفضل الابتعاد عنه. وهناك نوع آخر من المثبتات من مشتقات حيوانية ولكن نادرا ما يتم استخدامها في صناعة الزبادي بالفواكه، وهي الجيلاتين التي تحمل الرمز E441، وهذا غير صالح للمسلمين ولا النباتيين. النكهات والألوان في الزبادي بالفواكه يا إخوان اختار دائما النكهات الطبيعية التي تأتي من مصادر طبيعية مثل الشمندر، الجزر والكركديه وغيرها من الألوان والنكهات الطبيعية، وابتعد دائما عن النكهات والألوان الصناعية خصوصا التي تحمل رموز. نصيحة أخيرة يا إخوان، إذا كانت دائما مكونات الزبادي بسيطة: حليب، فواكه، بكتيريا مضافة، قليل سكر، ومثبت طبيعي نباتي، وألوان طبيعية، هذا خيار ممتاز لك ولأطفالك. أما إذا كانت القائمة طويلة وفيها رموز كثيرة فهذا يعني أن المنتج معالج أكثر وفيه فائدة أقل. لهذا يجب أن نقرأ ونسأل ونختار بعناية. وتذكروا فلينظر الإنسان إلى طعامه، ليس مجرد عنوان، طريقة تفكير. تحياتي للجميع ونراكم في الحلقة الجاية.